الكبدة العراقية المشهورة عند العراقيين، لكن بالفرن مش على المنقلة والفحم. تجيبون الكبدة البقري، أنا هنا جايبة نص كيلو، أنتو حسب الكمية اللي تريدوها، ربع نص كيلو براحتكم. راح نبدي نقطعها. يا جماعة أنا دا أسوي لكم هاي الطريقة، طريقة شوي الكبدة العراقية، لكن راح تقولوا لي لازم على الفحم. مو شرط على الفحم، يعني مو كل الناس عندها منقلة وفحم. راح أسوي لكم إياها على شوي الفرن. شوفوا شلون راح أشويها بالفرن، وتقطعوها بهذا الحجم مكعبات. بعد ما قطعناه مكعبات راح نضيف له رشة ملح، رشة فلفل أسود، ونقلبه مع بعض. هاي بعد ما حطينا الكبدة بالسيخ راح نبدي نشوي الطماطم والفلفل والبصل، لكن طريقة الشوي حتكون بالفرن. تعالوا أشوفكم شلون. حطيناها بالفرن على العين العليا، راح نشويها بالفرن. اللي ما عنده منقلة أو ما يريد يتعب نفسه، هنا بالفرن أسهل طريقة وهو الحل الوحيد. ما شاء الله استوت الطماطم والفلفل. شوية البصل بعد يغلي. ما شاء الله ما شاء الله شلون مستوي، بقى شكله شلون استوى بالفرن. آخر شي راح ننزل الكبدة. هسه كملنا شوي الكبدة البقري والبصل والطماطم والفلفل بالفرن. ما أقولكم الروايح شلون طيبة، ما شاء الله، ومستوي كله يجنن. سهمكم العافية إن شاء الله. لا تنسون اللايك والسبسكرايب والشير لهاي الوصفة والكبدة الخطيرة. يا جماعة هاي العنبة اللي سويتها، العنبة الهندية بأنامل عراقية، سويناها ونزلناها قبل فيديو الكبدة، يعني تلقوها بالفيديو اللي قبل الكبدة طريقة عملها. ما شاء الله هاي بعد 3 أيام شلون استوت المانجا وصارت طيبة كأنه عنبة هندية، وسحبت كل التتبيلة. تقدرون تاكلوها ويا المشويات أو ويا المقليات، براحتكم انتو شلون تريدون تاكلوها، بس هي ويا المشويات ومع المقليات تصير كلش طيبة. بالسندويشات تريدون تحطوها، بالفلافل، بالطعمية، كلش طيبة تكون.